معتز الشامي يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة في اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي. الكاتب الصحفي الزملكاوي الشهير معتز الشامي كشف خلال تصريحاته الأخيرة مفاجآت في تفاصيل ما حدث في النيابة العامة بشأن بلاغ اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي، وذلك في واقعة اعتداء حسين الشحات عليه عقب مباراة الفريقين الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. معتز الشامي وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب عن هذا قائلا: النيابة العامة بمصر باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي يوم 23/7 الماضي، وقد مثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة وأدلى بأقواله أمامها مقدما ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به. وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقرير بشأنها، وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشقو في حقه حسين الشحات. كما أكد اللاعب محمد الشيبي أنه على ثقة كاملة بأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية ستنصفه، وأن ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعال في تحقيق الرادع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.